هو ليه برج إيفل ما بيصديش؟ برج إيفل أو طوغ إيفل مفيش شك إنه من أحلى وأشيك الحاجات في العالم، وأصلا هو اتعمل عشان يبقى نصب تذكاري مؤقت. اتعمل احتفالا بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية. لما البرج اتعمل كان معاه بتاع ماكسيمم 20 سنة ويفككوه ويضل مدخلك شر، عشان وقت ما اتعمل ده كان أطول مبنى في العالم، والناس خافت منه وشاف ان 300 متر ده يعني تبذير اوفر، حاجه ملهاش اي لازمه خالص. وقال لك هم 20 سنه ويتفكك ونستخدم الحديد بتاعه ده في مشاريع تانية، الريسايكلينج على اصوله. لكن بالرغم من كل الانتقادات دي، جيوستاف إيفل المهندس اللي صمم التصميم بتاعه قدر ان هو ينجز البرج بسرعه جدا، واتعمل البرج من 18,000 قطعه حديديه فريدة ومميزة. وبعد 20 سنة جيوستاف إيفل خلاهم يستخدموا البرج ده في مشاريع تانية مهمة عشان يخلي البرج موجود أطول فترة ممكنة. يعملوا منه بقى اختبارات علمية تمام، يحطوا فوقيه تلسكوب ما يضرش، يخلوه يوزع الشبكة على جميع أنحاء باريس كلها زي الفل. طب ليه برضو؟ ليه بعد 130 سنة لسه ما صداش؟ ليه لونه كده مش احمر متاكل من كل حته؟ وليه لسه ماسك نفسه لحد دلوقتي؟ مبنى في الحجم ده بيمثل فرنسا كان لازم يتعمل من ماده صلبه لكن كمان مرنه وحماله اساس. مفيش احسن من الحديد، بس الحديد بيصدي. طب ايه اللي مخليه قاعد لحد دلوقتي؟ السر نقدر نقول ان هو في الصيانه الدوريه، في الاهتمام. جيوستاف إيفل قال ان الحل الوحيد عشان البرج ده ما يصديش هو انه يدهن مره كل 7 سنين. بعد 130 سنة كل 7 سنين بيتم دهانه من أول وجديد. بيجي كمية كبيرة من الفنانين والرسامين بيسخروا وقتهم عشان يدهنوا البرج، بيطلعوا الأدوار العالية مع أطنان من الألوان عشان يدهنوا كل ركن فيه بالفرشة، حرفيا هاند ميد. واللي بيحصل كالآتي: الأول لازم يشيلوا اللون القديم وينضفوا مكانه كويس ويبتدوا يلونوا، ولازم يتحط ورنيش عازل مقاوم للصدى، وده بيعزل الرطوبة عن البرج عشان يبطئ عملية الصدى. الكلام ده بقى بيحتاج له بتاع 60 طن ألوان و18 شهر شغل، والبرج بيبقى شغال عادي وبيستقبل الناس عادي جدا طول فترة الصيانة. طب معلش، يعني هما ليه مهتمين بيه قوي كده؟ ما يصدي. المبنى ده لو صدى مش معناها بس ان شكله هيبقى وحش، لا، ده ممكن ينهار ويقع تماما. اشمعنى؟ بص، الصدى بيحصل لما المعدن بيتفاعل مع الهواء والمية. الهواء فيه أكسجين والمية كمان فيها أكسجين، فمع الوقت المعدن بيتاكل ويبقى حرفيا بيتكسر من الرطوبة. المية دي بقى ممكن تيجي من المطرة، من الحر، من الرطوبة، حاجات كده. واللي بيحصل حاجة اسمها الأكسدة والاختزال. من الآخر، مادة بتفقد إلكترون والمادة التانية بتاخد الإلكترون ده عشان يوصل في الآخر للشكل ده والضعف ده. يعني ما كانوا يختاروا معدن تاني بدل الليلة دي كلها. اوعى تفتكر ان الحديد بس اللي بيصدي، لا، ده كل المعادن بتصدي ما عدا المعادن النبيلة. واتسمت نبيلة عشان ما بتتأكسدش وما بتتأثرش بالحرارة والرطوبة والكلام ده كله. وطبعا هي غالية جدا زي الفضة والذهب والبلاتين، يعني حتى النحاس بيأكسد. وبص عندك تمثال الحرية، هو أصلا معمول من النحاس، والنحاس لما بيأكسد بيعمل طبقة خضراء بالظبط، هو لونه دلوقتي كده. فنقدر نقول إن تمثال الحرية أول ما اتعمل كان لونه أحمر نحاسي. لكن كل حاجة بتتغير. على ذكر الحاجات اللي بتتغير، حتى لون برج إيفل نفسه اتغير. يعني أول ما برج إيفل اتعمل كان باللون الأصلي بتاعه، البغا طوغ إيفل، يا رب أكون قلتها صح. لكن في الواقع وعلى مر السنين لونه اتغير كذا مرة. الأول كان أحمر بنيسي، بعدين أصفر نحاسي، بني محمر، بني مصفر، وأخيرا لونه الحالي. والحقيقة إن طوغ إيفل مش لون واحد بس، لا، ده بيكون لون غامق من تحت وبيفتح كل ما بنطلع لفوق عشان يبين جماله. الشاهد من القصة إن كل حاجة محتاجة رعاية، حتى لو حرفيا حتة حديدة، لكن هتحتاج اهتمام ورعاية دورية عشان يتم الحفاظ عليه ويفضل تحفة فنية الناس بتجيله من كل حتة في العالم. وبرضه حتى لو هو رمز للحداثة ولو هو أجمد وأجدد حاجة في الدنيا، إلا إن برضه الاهتمام الإنساني مطلوب بل وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه. وفي النهاية، صعوبة العمل العظيم ليست في بنائه لكن في الحفاظ عليه. أتمنى أكون ضفت لكم حاجة وأشوفكم على خير.